12 عام وهي كتبكي في التلفازة ودوز في برامج بحال المختفون باش تقلب على راجلها وكتطلب من الناس يعاونوها، والحقيقة كانت مدفونة تحت رجليها. هي اللي قتلاته وهي اللي دفناته وهي اللي مثلت علينا دور الضحية. كيفاش قدرت تقول ب 40 مليون مغربي تا واحد ما قدر يشك فيها؟ كيفاش عاشت وسط البوليس والجيران والعائلة والجثة معاها في الدار؟ هاد القصة ماشي غير جريمة وإنما مسرحية فوق الخشبة. في مدينة مارتين الهادئة وبين التروبة ديالها النقيين، وبالضبط في واحد الحي اللي سميتو الواد المالح. ولكن وسط هاد الهدوء كاينه جريمه كتخيط وتفصل وتخطط لما يسق ليها حتى واحد الخبار. واحد الراجل سميتو عزوز، راجل على قد الحال، قاتل مع الوقت يجيب طرفة الخبز حلال يدخلو للدار باش ياكلوه ولادو ومراتو اللي في الاخر. عزوز راجل مزيان بينو وبين المشاكل من طنجة للكويرة، كان معروف بين الجيران بلي مربي وداخل راسو من الدار للخدمة ومن الخدمة للدار. عزوز كان صباغ، كانت عزيزة عليه خدمته بجهادة الناس اللي كانوا كيقولوا بلي ما كانش كيخلي الديفو في خدمته. مراتو راضية من تشوفها كتبان مرا زوينة مسكينة ما تقدرش تأدي دبانة، كتخدم على ولادها وكتحترم راجلها عزوز وراضية كانوا عايشين في دار بسيطة ولكن مستورة. كانوا ناس عاديين ما عندهمش وما خصهمش، ولكن شنو اللي غادي يخلي مرا تصفيها لراجلها ودير فيه ديك الحالة من الفوق؟ تبقى تخرج في برامج اعلاميه وتلفزيه تبقى تبكي عليه. زعما واش هاد المراه مظلومه ولا كانت كتخبي وجه اخر وكتلبس ماسك المراه المسكينه؟ بغيتي تعرف كاع التفاصيل فكمل معايا الفيديو. ولكن قبل ما نبداو انا عارف بلي باغي تشترك ولكن فيك العكز، فتحدى شويه راسك وخرج من منطقه الراحه ودير اشتراك، فراه انا محتاجها بزاف. عزوز وراضيه كانوا عندهم 3 دراري، الولد الكبير سميتو شريف وجوج بنات. غنمشيو ل 12 شهر 3 في 2012. راضيه جالسه كتسنى راجلها للغدا ما بانش، وصلت العشيه ما بانش، وصل الليل باقي ما بان. راضيه تزير عليها خاطرها، بدات كتصوني لكاع الدراري اللي خدامين معاه والفاميله وصحابو اللي جاوبوها كاملين بلي حتى هما كيقلبوا عليه اليوم كامل ما بانش. خرجت راضيه للزنقه كتسول الجيران اللي صدموها بانهم ما شافوهش اليوم كامل. ومع صباح الصباح العائله عزوز جاو عند راضيه، تجمعوا كاملين ومشاو نيشان للكوميساريه. راضيه بقات غير كتبكي وكتنخصص على راجلها. فاش سولوها البوليس جاوبتهم بلي اخر مره شافته كانت في الصباح البارح. قالت لهم كنا جالسين تسمعت الصونيط، شي واحد دق في الباب، نضت طليت لقيت واحد الراجل كيسول على عزوز، كلمتو ليه نزل عنده عزوز، ركبوا في الطوموبيل ومشاو. ومن ديك اللحظه ما بقيت شميت ريحته. راضيه بقات كتفيض في دموعها اللي الا جمعتيهم غتعمر بهم واد. راضيه بقات في البوليس اللي داروا كثر من جهدهم كيقلبوا هنا ويقلبوا لهيه، سولوا كاع الدراري اللي خدامين معاه وصحابو والجيران، ولكن والو. دازو اشهر ما كايناش نتيجه. راضيه كانت مصدعاهم في الكوميساريه، كل نهار غاديه جايه عندهم تبكي عليهم، وهادشي كامل كانت كديرو غير باش تعرف الجديد وتقنعهم يزيدوا يقلبوا عليه. بعد مده راضيه بدات كتفقد الامل. شنو طاح ليها في راسها؟ بقات كتمشي لدوك الناس اللي عندهم صفحات فيسبوك معروفه كطلبهم يحطوا القصه ديالها والصوره ديال عزوز والنمره على امل يتعرف عليه شي واحد ويصوني ليها، ولكن والو ما كايناش نتيجه. فشنو غدير راضيه؟ بعد ما نصحوها شي ناس دوز القصه ديالها في مختفون، حيت كما عارفين مختفون كيعرفوه كاع المغاربه. فاش غدوز القصه ديالها لابد غتوصل لشي نتيجه. 2013 راضيه عاودت القصه ديالها لصحاب البرنامج اللي قبلوا الطلب ديالها بعد عام، يعني في 2014 صوروا معاها الحلقه وتعرضت في التلفازه. راضيه داكشي اللي قالت للبوليس من الف التاليه عاودته في القصه. واحد الراجل في الصباح دق علينا سول على عزوز، كلمتو ليه نزل معاه، مشارك معاه في الطوموبيل ومن تما ما بقاش رجع. الولد الكبير عند راضيه اللي سميتو شريف تكلف كاع المشاريع تاع باه كان صباغ وكان عنده واحد المحل تاع الدروغلي وواحد الشركه صغيره كيكري دوك الادوات تاع البني، وكانت عنده هوندا. المهم شريف تكلف بكاع هاد المشاريع وبقى خدام، هز عائلته. شريف تزوج وسكن هو ومرته في الدار. ما غيدوزش مده طويله تقريبا ديك عام طلق. الجيران كانوا كيسمعوا ديما شريف هو وامو كيتغاوتوا وبحال مدابزين. وفي 2016 شريف ولد راضيه اختفى، ما بقاش ليه اثر، ما بقاش كيبان في الدرب ولا الخدمه، ما بقاش كيحل المحلات. صحابو والجيران لاحظوا هذا الشيء، وملي سولوا امو بقات كتخرج وتدخل عليهم في الهضره. مره كتقول لهم مشى الجزائر، مره كتقول لهم مشى ليبيا، مره كتقول لهم حرق لاسبانيا ولا حرق لفرنسا، وبعد المرات كتقول لهم انا براسي ما عارفاش فين مشى. 6 شهور هادي ما دويت معاه. الناس كيقولوا لها سيري ديكلاري بولدك،
يقدر تكون طاري على شي حاجه. راضيه كتقول لهم علاش نديكلاري، شنو غادي يديروا ليا البوليس، شنو داروا اصلا مع راجلي. بنت راضيه الكبيره كانت سميتها بوتينه، تزوجات في دارهم ومشات مع راجلها القنيطره، وبعد سنوات بوتينه ولدت جوج بنات. راجلها تأزم ماديا وقرر يحرق لاسبانيا. قالها لبوتينه وقال لها بلي غادي نحرق، غنتهلا فيكم وعمري نساكم، غير غادي نقاد الوراق غادي نجي نطلعكم كاملين عندي. راجل بوتينه جمع حوايجه وقصد البحر، وبوتينه جمعت حوايجها وقصدت الكار. ومع مرور الوقت المشاكل بداو كينبتو بين راضيه وبنتها بوتينه. امها كتقول لها بلي راجلك خلاك انت وبناتك خاصك تطلقيه، وبوتينه كترد عليها بلي ما خلاهاش، ديما كيهضروا في التليفون، ديما كتشوفوا، وغير غادي يدير الوراق غيجي غيطلعنا وغتهنى من صداعها. وفعلا هادشي اللي كان بصح. راجل بوتينه كان في الصبليون، كان خدام على راسو وعلى مراتو. شهر 5 2022 في يوم عادي، الدنيا مكالميه، الجيران كيسمعوا الغوات، كلشي كيطل من الشراجم، كلشي كيشوف شنو واقع. ويلي الغوات خارجه من الطرد راضيه. الناس اللي كانوا كيطلوا من السطح شافوا بوتينه شاده في كرشها وكتوجع وكتغوت على حر جهدها، بقات كتغوت حتى طاحت. مشاو الجيران كيدقوا في الباب، حلات ليهم راضيه، طلعوا عند بوتينه ولقاو مول الامانه دا امانته. وفاش سولوا راضيه شنو واقع، قالت لهم بلي بوتينه طلقها راجلها ومرضت بالاكتئاب لمده طويله، ما قدرتش تصبر وكلات تسميه هنيها من حياتها. حضروا البوليس وجاو الاسعاف، ترونات في الدرب. وفعلا داروا تشريح لبوتينه، لقاوها كلت شي حاجه مسمومه، صيفطتها مباشره تحاسب. 2023 راضيه جالسه في دارها ما بها ما عليها، سمعت شي واحد كيدق في الباب. شكون غيكون هذا؟ راجل بوتينه مشوش على مراتو، عمد هو معاها، ما عارف شنو واقع، ما سمع والو على مراتو. سولاتو راضيه اش باغي، وفي البلاصه دخلاتو سدات الباب باش الجيران ما يسمعوا شنو تيقولوا. رد عليها كيفاش اش باغي نشوف مراتي، فين هي مراتي؟ شرحات ليه راضيه بالتفاصيل، هو ما تقبلش وبدا تيغوت بغيت مراتي. راجل بوتينه جعل لواحد الدرجه ما تصورش، لدرجه خرج للزنقه وبدا كيتغاوت مع راضيه وكيتهمها بلي هي اللي قتلت مراتو. داز هادشي وفي العشيه نفس النهار راضيه جالسه دق الباب، قالت في راسها واقيلا هذا غيكون غير راجل بنتي هو اللي رجع عاوتاني. حلات راضيه الباب، وشكون؟ البوليس. الدنيا مقربله، البوليس، الناس، المهم الدعوه مقربله تما. البوليس ما كثروش معاها الهضره، داروا لها المينوط وداوها واجهوها وقالوا لها علاش كذبتي علينا وعلاش قلتي لنا بلي بنتك مطلقه، وبهاد الوثائق اللي عندنا كتثبت لنا بلي بنتك باقي مزوجه براجلها. راضيه باقي واحله في هاد المشكل، والصدمه زادت عليها شكايه اخرى ضدها. وهاد الشكايه شكون اللي غيكون دارها؟ خوها. ويلي خوها يدير بها شكايه، وهاد الشكايه تاع اش تكون كاع؟ شكايه كانت تاع القتل. خوها اعترف بلي عاونها تقتل راجلها. علاش فرجها؟ كاين اللي تيقول بلي جات تأنيب الضمير، وكاين اللي تيقول بلي كلاتو في رزقو ودات ليه الورد، وهنا حقد عليها وفرش كلشي. فاش كانوا كيحقوا معاها البوليس راضيه كانت كتخرج في عينيها وكتقول لهم بلي انا ما عارفه والو، ما كان في راسي والو. البوليس ملي واجهوها بلي كاينه شكايه اخرى من خوها بقات كتنكر، ما بغاش تعترف. البوليس خدمتهم هادي، يعني ما غاديش دوسا عليهم كيما كنتي. مشاو جابوا خوها من قنيطره وحطوهم بجوج يتواجهوا. البوليس صافي صال الصبر، زيروا معاها الصمته. راضيه بدات كتبكي وكتقول كلشي. الدرب اللي ساكنه فيه راضيه تسد، ما بقاش الناس كيدوزو تما. حضروا الصحافه، الجوقه تاع الناس، حضروا الصحافه التقنيه والعلميه. وبعد مده من التقلاب والحفير لقاو جثه مدفونه على عمق 2 متر. فحصوها والصدمه، اسمع معايا مزيان، هاد الجثه ما كانش ديال عزوز، كانت ديال شريف، ولدها قتلاتو. خرجت على ولدها اشاعه بلي مشى لاسبانيا وهي كانت دافنه تحت رجليها. فاش سولوها البوليس قالت لهم بلي عطيتو واحد السم، غير بدا كيتخنق، تلحيت عليه كنقشو. حتى هنا كلشي باين، كيما قتلت ولدها بالسم غتكون قتلت حتى بنتها بالسم. ومن بعد يوم من التقلاب والحفير لقاو الجثه ديال عزوز. راضيه اعترفت بلي قتلاتهم 3، وصراحه كاين بزاف المعلومات، ها اللي تيقول قتلاتهم ب3، ها اللي تيقول قتلات غير عزوز. المهم الا درت شي خطا صحوا لي في التعليقات. صراحه هاد القتيله تستاهل الاعدام، حيت راه هادشي اللي دات راه ماشي عادي، انسان عادي ما يديروش. ولكن واخا هكاك هاد القصص هادو اللي قدامك غيصدموا اكثر من هادي ب1000 درجه. انا عارف باغي تفرج، فدخل تفرج واستمتع مع راسك. كان معك اشرف وهذا مكان.